الولاد ولاد اخويا الله يرحمه، يا عمته يا عمته والنبي عايزين ناكلوا الاكله دي، والنبي يا عمته تشتريها لنا من بره. قلت لهم يا حبايبي الاكله دي غاليه قوي من بره، وليه اشتريها من بره لما انا اقدر ان انا اعملها؟ قلت لهم طب بصوا عمتكم بقى هتعمل لكم الاكله دي بايديها، وشوفوا جمالها وحلاوتها، هتقولوا لي بعد كده احنا عايزينها من ايديك انتي، مش عايزينها من اي حته تانية. النهارده يا حبايبي هنعمل فراخ ستريبس، وهنعمل كمان الرز ريزو. بس قبل ما نبتدي هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا هنا يا حبايبي جبت صدرين فراخ. هبتدي بعد طبعا ما غسلتهم ونقعتهم في دقيق وليمون وملح، وقعدتهم زي ساعة كده. هبتدي بقى امسكها واطلع كل الزيادات الموجودة فيها. زي ما انتوا شايفين كده، اي زيادات بتقابلني بحاول ان انا اشيلها. هتقابلك عظمة برضو شيليها، اي حاجة زيادة كده شيليها. وهمسكها بقى اقطعها بالطول زي ما انت شايفة كده، لا هي رفيعة ولا هي تخينة. انا لا عايزاها رفيعة ولا عايزاها تخينة، انا عايزاها زي ما انت شايفة كده. وامسكها بعد كده كل جزء اقسمه على 2، اقطعه بالورب كده زي ما انت شايفة. وهنا بكمل التقطيع. وعلى فكرة الصدرين الفراخ هيرموا معاكي ما شاء الله كمية كبيرة، اللهم بارك يعني. اهو زي ما انت شايفة كده، بعد ما تقطعه ما شاء الله الطبق مليان، والقطع زي ما انت شايفة كده حلوة. هجيب بقى بولة تكون حلوة كده كبيرة، وهنزل بيها بالبهارات اللي هي معلقة توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسمر، ملح، شطة، معلقة صغيرة من كل حاجة. هكون محضرة نص كوباية مية هنزل بردك بيها. في عندي صوص بقى، عندي صوص باربيكيو هنا، هنزل زي بمعلقة برضو. وعندي كمان صويا صوص بردك هنزل بمعلقة، مش كتير يعني. وهمزج بقى الخليط ده كويس. هنا نزلت بمرقة، يعني المرقة هتديها طعم يعني حلو، اذا حبيتي يعني، ما حبيتيش خلاص. بس هنا بصراحة اضافة المرقة بتدي طعم حلو برضو. هقلبهم كويس جدا، واجيب الفراخ بقى انزل على الخليط ده واقلبها كويس جدا في الخليط. وهسيبها بقى في الخليط ده حوالي لا يقل عن ساعتين. ولو حبيتي تسيبيها من قبلها بيوم يبقى حلوة برضك، هتكون اتشربت اكتر. كل ما تقعد كل ما تتشرب اكتر يا حبيبتي. هنا بقى بحضر الصوص. انا جايبة زي نص كوباية كاتشب، هنزل عليها بمعلقة عسل ابيض، وكمان هنزل بمعلقة عسل اسود. وهنا عندي صويا صوص بردك هنزل بمعلقة، وبالباربيكيو برضو هنزل بمعلقة صوص باربيكيو. ومعلقة خل. وهنا الصوص ده يا جماعة بيبقى طعمه تحفة تحفة تحفة،
بجد اكتر من رائع. واللي عندك دبس الرمان بردك هتحطي زي معلقة. بجد الخلطة دي حكاية. هكون محضرة بردك معلقة توم باودر، بصل باودر، بابريكا، شطة، ملح، وهنزل عليها بيهم واخلطهم كده كويس. هنا بقى تعالوا بقى نعملوا الرز الريزو مع بعض. انا محضرة هنا حتة زبدة حلوة كده، وهنزل عليها معلقة صغيرة زيت مش كتير. انا هنا عاملة 4 كوبايات رز، فانا محضرة المقادير دي على 4 كوبايات رز. هنزل بقى ب3 معالق سكر عشان اكرملهم في الزبدة مع الزبدة والزيت. هخليهم بقى على النار اقلب فيهم كده لغاية ما يوصلوا للون الكرملة اللي انت شايفاه ده. هكون محضرة بصلة كبيرة حلوة كده مقطعاها، هديها بردك تشويحة. انا مش عايزاها تتحمر خالص، انا عايزاها بس تدبل كده، تاخد تشويحة كده مع الكرملة اللي انا عملتها بتاعت السكر. هفضل اقلب فيها كده زي ما انت شايفة كده. انا عايزاها كده، مش عايزاها اكتر من كده. يعني مش عايزاها تتحمر خالص، هي دوبك بس ايه تتشرب بس من الكرملة. وهنزل بالرز زي ما انت شايفة كده، وهقلب بردك فيه عشان يتفلفل. كل ما تقلبي فيه كده يتفلفل على النار، تاخدي رزاية كده يعني حلوة مفرفرة كده تبقى حلوة. هنزل بقى هنا بالصوص اللي انا كنت عاملاه. هنزل ب4 معالق وهقلب برضو. وبعد كده هكون غالية مية، هنزل بالمية عليها بقى. وهنا المية زي ما انت شايفة مغطية كده زي صباعين فوق الرز. هتغطيه بقى حبيبتي ونستنى اما يستوي. هنا بقى هبتدي اعمل الدقيق والتتبيلة اللي انا هعمل فيها الفراخ. انا هنا جايبة معلقة بيكنج باودر، وجايبة بابريكا، وجايبة توم باودر، وبصل باودر، وملح، وشطة. نزلت هنا بالدقيق، وهنزل هنا ب3 معالق من النشا. هنا معلقة البيكنج باودر، وهنزل بالمرقة، وعندك بابريكا وشطة وتوم باودر وبصل باودر. هخلطهم كويس. هجيب بقى الفراخ، هحطها في الدقيق واضغط عليها وهي في الدقيق كده كويس. بعد كده ارجع احطها تاني في الصوص بتاع الفراخ ده، واضغط عليها كويس برضو وهي في الدقيق، وارجع تاني احطها برضو، وارجع تاني احطها في الدقيق تاني واضغط. وانتي بتحطيها كده اضغطي، امسكيها في ايدك واضغطي زي ما انتي شايفة كده عشان الطبقة تتغلف بالخليط اللي انا عاملاه بالدقيق ده كويس. انا بعيدها تاني معاك اهو. حاولي تضغطي عشان يمسك فيه الدقيق مع الخليط. اضغطي يا حبيبتي زي ما انتي شايفة كده. هجيب بقى طاسة انزل بالزيت، وهي الفراخ بعد ما خلصتها زي ما انتوا شايفين كمية ما شاء الله اللهم بارك.
هكون مسخنه الزيت، هنزل بقى في الزيت بيها. تعالي بقى، تعالي تعالي اما نشوف الرز. حبة رز ما شاء الله، اللهم بارك، يعني طالعين بصراحة مفلفلين. حبة رز ريزو ما شاء الله. بصوا بقى، عملت التكات بقى، ما انا لازم اعيشهم اللحظة اصلا. احلى من كنتاكي واحلى من اي حتة تانية. بصوا بقى، هيأتهم، حطيت لهم الصوص وحطيت لهم الرز اهو. عايزه اقول لكم اكلوا الاكله دي وقالوا لي تسلم ايديكي. قلنا بصراحه جبت لنفسي وجع الدماغ، قالوا لي اعملها لنا على طول. شايفين جمال طبق الرز؟ بالهنا والشفا. ايه، انا بكمل تحمير الفراخ. طالعه كمان فراخ مقرمشه وجميله. طلعتها هنا على منديل ورق بقى. مش قادره اقول لكم ريحتها وهي بتتقلى، ريحتها عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه. وطعمها حكايه، وانضف من بره مليون مره. وهو يا حبيبتي حطيت بقى من الصوص ده على الرز زي ما انت شايفه. عملت لهم كولسلو بقى، وعملت لهم توميه، وظبطتهم، لا كنتاكي ولا غير كنتاكي. الف هنا وشفا. ايه الجمال ده. بصوا جمالها اهو، بصوا. جميله جميله، بصوا الطبقات عامله ازاي. الف هنا وشفا.